بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بمناسبة دخول شهر رمضان المبارك، نهنئكم بتهنئة النبي صلى الله عليه وسلم: أتاكم رمضان شهر يغشاكم الله فيه فينزل فيه الرحمة ويحط به الخطايا ويستجيب به الدعاء ويباهي بكم الملائكة فأروا الله من أنفسكم خيرا فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله. الحمد لله الذي بلغنا رمضان، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على صيامه وقيامه والعمل الصالح فيه بما يحب ويرضى، وأن يجعلنا من عتقائه من النار، فإن لله في كل يوم من رمضان عتقاء من النار. في موسم رمضان هذا العام اخترنا حلقة جديدة أو حلقات جديدة ومتجددة في برنامجنا الرمضاني مع نساء صنعنا التاريخ. نساء صنعنا التاريخ، ليش اخترنا احنا النساء اللواتي صنعنا التاريخ؟ كثير مننا نساء ورجال مننا لا نعرف وما عندنا أي علم عن النساء اللواتي صنعنا التاريخ، وممكن معلوماتنا فيهم ضئيلة جدا، وحتى المعرفة والمعلومات اللي عندنا هي مجرد أسماء. ودائما نتساءل: هل هم الرجال فقط اللي يصنعوا التاريخ؟ وأعتقد أن الكثير مننا يعتقد فقط أن الرجال هم اللي يصنعوا التاريخ، لكن نسيوا تماما أن التاريخ يصنع من الرجال والنساء والأطفال. الجميع يستطيع أن يصنع التاريخ، والجميع يستطيع أن يدخل التاريخ، والجميع يستطيع أن يترك بصمة في هذه الحياة وأثرا لما بعد الموت. راح نكون إن شاء الله تعالى طوال شهر رمضان في حلقاتنا من نساء صنعنا التاريخ راح نتكلم عن مجموعة أو بعضا من النساء البارزات اللي هم أثروا وغيروا وشكلوا التاريخ بطريقة جديدة ومختلفة. كونهم هم نساء هذا يعطيهم امتياز في الوقت الذي كانت فيه المرأة قبل مجيء الإسلام، يعني هي مهمشة تماما وليس لها قيمة وليس لها وزن وليس لها أي اعتبار. المرأة كانت مثلها مثل الماشية، مثلها مثل الأثاث، تورث إذا مات الرجل وتباع وتشترى، وليس لها أي قيمة ولا اعتبار وليس لها أي وزن. وكانت بالعكس يعني منبوذة جدا وتشبه بالشيطان في الأفعال، وحتى أنهم يعني في بعض الممارسات يحرقوا المرأة أو يدفنوها حية، أو حتى يعني يتركوها تعيش لوحدها حتى الموت. فكان موقف المرأة في التاريخ نفسه أو في حياة البشرية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يعني موقف مزري جدا ومخجل. لكن عندما جاء الإسلام وجاء النبي صلى الله عليه وسلم رفع من منزلة المرأة ورفع قدرها ومكانتها، وعرفها إيش لها وإيش عليها، وجعلها أيضا فوق الرجل، وجعل الرجل هو القائم عليها، وكل هذا من باب التكريم لها ورفع شأنها ومنزلتها. فالمرأة في الإسلام هي عرض يجب أن يصان. المرأة هي أم، وهي أخت، وهي ابنة، وهي زوجة، وهي جدة، وهي كل شيء، وهي مملكة الرجل وملكة الرجل، وهي أم البيت وسيدة البيت. فبها تهنأ البيوت، وبها تقوم الأسر، وبها يشتد ساعد الرجل، وبها يتربى الأبناء وينشأ النشأة الصالحة. اليوم راح نتكلم عن امرأة غيرت بالفعل موقف المرأة في التاريخ كله، وكانت هي أول من دخلت تغيير هذا وبرزت فيه وكان لها السبق فيه. موضوعنا اليوم راح نتكلم عن السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها. طبعا نحن ممكن نتعرف على السيدة خديجة بنت خويلد فقط بالاسمها، ممكن نحن كلنا نعرف فقط الاسم ونعرف أن هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم،
ممكن بعض المعلومات الخفيفة عن هذا الموضوع، يعني أنها ساندته وأنها كانت امرأة غنية وإلى آخره، لكن عمرنا ما وقفنا وقفة حتى نتعرف على هذه السيدة، حتى نحن نقتدي بها ونتعرف على إيش الميزة اللي كانت عندها. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنها: لقد رزقت حبها. ليش كانت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها تغار منها؟ إيش المنزلة هذه اللي كانت عندها في قلب النبي صلى الله عليه وسلم؟ وما هي الأعمال التي قامت بها حتى تحوز هذه المنزلة عند قلب النبي صلى الله عليه وسلم؟ وأن الله سبحانه وتعالى وهي في الدنيا بشرها ببيت في الجنة لا صخب فيه ولا نصب. ليش طيب؟ هذه امرأة ونحن امرأة نساء، إيش المختلف؟ هل عندنا احنا نظرية انه نساء السلف الصالح هم نساء يعني مختلفات تماما عنا؟ طبعا احنا عندنا هذا الفكرة يعني كنساء وحتى كرجال، بس خلينا نتكلم عن النساء. لكن لو رجعنا شوية لداخل أنفسنا وبصدق هنكتشف إن هم نساء ونحن نساء، لكن الفرق هو الهمة والهدف في الحياة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها: كمل من الرجال كثير وكمل من النساء 4: آسيا بنت مزاحم، ومريم بنت عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. هل النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذول 4 معناها غيرهم من النساء لم يكمل؟ ممكن يكمل، لكن هذول كانوا أكمل النساء، وكل واحدة من هؤلاء النساء كان لها موقف معين هو الذي جعلها هي أكمل نساء أهل الأرض في هذا الزمان وهذا الزمان وطول العمر. فخديجة بنت خويلد أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها هي كانت حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم، وزوجه التي رزق منها الولد، ورفيقة جهاده وكفاحه من أجل إعلاء كلمة الله. النبي صلى الله عليه وسلم لما يذكر السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها يذكرها بالخير ويثني عليها ويفضلها على سائر أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن جميعا. السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت عنها في يوم من الأيام: ما غرت من امرأة كما غرت من خديجة من كثرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لها، حتى أنه يعني بعد ما تزوجها بعد وفاتها ب3 سنوات ما زالت هي تغار منها، حتى أنه بعد ما كبرت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها والنبي صلى الله عليه وسلم بعث في مكة برضو كانت تغار منها. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام أتاه جبريل وقال: أقرئها السلام وبشرها ببيت في الجنة لا صخب فيه ولا نصب. ليش هذه المنزلة العالية التي حازتها؟ لما نرجع للتاريخ نعرف أن احنا السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها لما نتكلم عنها نتكلم عن أول امرأة دخلت في الإسلام. هذه المرأة كانت قبل البعثة امرأة قوية وسيدة قومها وتاجرة وغنية وذكية وامرأة متميزة في قومها، امرأة مختلفة تماما، حتى أنه من كثر ما هي غنية كان الرجال يأتوا حتى يتاجروا بمالها في رحلة الشتاء والصيف، يعني كأنها تعطيهم المال للاستثمار ويرجعوا لها إياه بالأرباح. فكانت هذه امرأة متميزة جدا، وسمعت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أمانته في رحلة من رحلات التجارة التي خرج فيها بمالها مع خادمها ميسرة. فلما رجع خادمها كان يحكيها عن أخلاقه وعن سلوكه وعن صفاته فأعجبت به، ولما أعجبت به أرادت أن تخطبه لنفسها وتتزوجه. لكن في ذلك الوقت وحتى هذا الوقت معروف تماما أن المرأة الحرة تطلب ولا تطلب، يعني المرأة لا يمكن تروح تطلب الرجل للزواج لكن تطلب. فهي بحكم عقلها ورجاحة عقلها استعملت لهذا الأمر صديقتها المقربة في ذلك الوقت، أخبرتها عن هذا النبي، عن النبي صلى الله عليه وسلم. لسه النبي صلى الله عليه وسلم ما كان بعث، فأخبرتها عنه وعن صفاته وأنها ترغب أن هي تتزوجه. فساعدتها هذه الصديقة الأمينة وذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم ورغبته في الزواج من خديجة رضي الله تعالى عنها. النبي صلى الله عليه وسلم طبعا يعني فكر في الموضوع وشاف أنه هي امرأة غنية وهو فقير، وهي امرأة ذات حسب ونسب وهو يتيم، فقالت له هذه الصديقة يعني الوسيط الذي بين السيدة خديجة والنبي صلى الله عليه وسلم:
أن تذهب هي وتتحدث بهذا الأمر عنها. فلما راحت هذه الصديقة وأخبرتها النبي صلى الله عليه وسلم ما عنده مانع، تزوجها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأصبحت زوجته ورفيقته. وعاش بعد كده النبي في بيتها، وكانت هي خير زوجة له. ثم بعد ذلك كان النبي لما وصل في 40 سنة كان يتحنث. النبي صلى الله عليه وسلم في البداية لما تزوج السيدة خديجة كان عمره 25 سنة، وكانت هي امرأة في 40 سنة، فارق عمر كبير جدا. لكن سبحان الله فارق العمر هذا لم يكن هو الذي يقف عند حاجز الزواج، زي ما احنا في هذه الأيام أو في هذه السنوات اللي احنا نشوف دائما فارق العمر في الزواج. المرأة العاقلة هي التي اختارت هذا الرجل الذي له مميزات خاصة فيه، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يطلع كل فترة إلى غار حراء يتحنث أو يجلس في هدوء، في خلوة، في اعتكاف. في هذه الفترة كان النبي صلى الله عليه وسلم في الغار، فجاءه جبريل، وعندما جاءه جبريل سلم عليه وألقى عليه السلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم خاف، فقال له: يا محمد اقرأ. فقال: ما أنا بقارئ. فضمه جبريل إليه ثم أطلقه وقال له: اقرأ. يعني ما أنا بقارئ إلى 3 مرات، إلى أن قال جبريل: اقرأ وربك الأكرم. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لما شاف جبريل بهيئته بهذه الصورة خاف جدا، فرجع على طول إلى فين؟ ذهب إلى بيت السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها، إلى زوجه. فلما شافته دخل عليها وقال: إيش زملوني زملوني. فخافت عليه إيش اللي أصابه في هذه الرحلة في غار حراء. فلما سألته وأخبرها بالقصة، سبحان الله هذا موقف الزوجة الصالحة، قالت له: ابشر يا ابن العم، إن الله لا يضيعك. وبدأت تعدد صفاته: إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتساعد الناس، وأنك الصادق، وأنك وأنك وأنك. هنا ظهر موقف السيدة خديجة كزوجة تعرف مميزات زوجها، وتعرف قدراته، وتعرف سلوكه، وتعرف أخلاقه، تذكره بها وتبشره أن الله لن يضيعها. وهذه المرأة العاقلة ماذا فعلت بعد هذا كله، بعد الاطمئنان هذا كله والتبشير النبي صلى الله عليه وسلم؟ أخذته لابن عمها حتى تطمئن عليه وتشوف إيش قاعد يصير معه. معناها أنه هنا موقفها الأول كان هي في وقفتها الداعمة للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا أول موقف وقفته بقوة عقلها وذكائها وقوة شخصيتها، وما خافت وما قالت يعني لا تروح ولا تفعل وممكن يكون أصابك جن وممكن أصابك مس. لا، وقفت وقفة نظرة بسيطة جدا، شافت أنه زوجها كل صفاته هي مما يحبه الله ومما يعرفه الناس أنه كحسن خلق يعني وميزة فيه، وهذا الذي رغبها في الزواج به. فذكرت له هذه الأشياء حتى يسترجع ويقف هذه الوقفة الجامدة. ثم بعد ذلك لما رجع له الوحي مرة ثانية جلست برضو تذكره وتطمئنه وتقف بجانبه، إلى أن نزل عليه الوحي وأسلمت، وكانت أول امرأة تدخل في الإسلام. لو وقفنا وقفة بسيطة جدا مع هذه القصة في هذا الجانب بس، كم امرأة اليوم تقف هذا الموقف مع زوجها لما يصيبوا أي مشكلة؟ وقفة صادقة بدون لوم ولا عتاب، وقفة حقيقية أنه هي تعدد مميزاته وتعدد فضائله وتذكره بنفسه وترفع معنوياته. قليل طبعا من النساء. ممكن حنقول الزمان تغير ما تغير إلى آخره، لكن هذا موقف هي رسمت لنفسها السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها، موقف مع نفسها لشخصيتها لحياتها لمستقبلها مع هذا الرجل الذي اختارته هي بنفسها، فوقفت فيه وما تغير. فلما أسلمت مع النبي صلى الله عليه وسلم وقفت بمالها ووقفت بعقلها وبرأيها وبمشورتها وبموقفها كامرأة حانية وحنونة على النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته هذه وتثبته وتؤيده. والله سبحانه وتعالى رزقه منها الأولاد والبنات.
ثم كان بعد ذلك حادثة الشعب، شعب أبي طالب لما حبسوا فيه برضو دخلت معهم في الحصار وأكلوا أوراق الشجر، وظل موقفها هو ما تغير أبدا. فكانت هذه المرأة هي المرأة التي عاشت مع النبي صلى الله عليه وسلم في كل الظروف، وساندته بقوة في هذه الأمور كلها. ثم بعد ذلك جاء العام الذي ماتت فيه. سبحان الله، يعني قصتها ما هي طويلة كثير كقصة نساء النبي صلى الله عليه وسلم الأخريات، لكنها فيها أشياء عظيمة جدا تدل على أن المرأة بالفعل تستطيع أن تدخل التاريخ من موقفها. لما ماتت السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها مع عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حزن النبي في ذلك العام، وسمي ذلك العام عام الحزن. طب ليش حزن وزعل؟ زعل وحزن جدا لأنه أكثر اثنين كان يؤمنوا فيه ويدعموه ويقفوا بجانبه وينصروه قد توفوا، وأقرب هؤلاء الاثنين كانت زوجته اللي تعرف داخله وخارجه، تعرف تفاصيله، تعرف كل شيء عنه. يعني الزوجة مكانتها مختلفة تماما في حياة الرجل وتصنع فرق. المرأة المسلمة اليوم ممكن، أو الزوجة الصالحة، هي التي تجعل الرجل بالفعل رجل عظيم، هي التي ممكن تسانده، هي التي ممكن تهزمه، هي التي ممكن تكون ناصرا له ونصيرا له. ممكن تكون المرأة هي جيشه كله. النبي صلى الله عليه وسلم في مكة في ذلك الوقت عندما تزوجها وبعث، ما كان في أحد حوله أقرب الناس له إلا القليل جدا، وكانوا كلهم مستضعفين. لكن هؤلاء كلهم شيء، كانت هي شيء مختلف تماما. يدخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته يرتاح عندها، يشكو ما يلاقي فتطمئنه وتبشره وتقف إلى جانبه وتساعده وتقف معه بالمال وبالقوة وبالرأي وبالنصيحة وبالتوجيه وبالاستماع وبالتطمين. بحالة من الحب الكامل كانت السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها تعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهي لما كانت عايشة بهذا الشكل، هل كانت متوقفة مثلا في أنها هي كمان ما تبلغ دعوة الإسلام للنساء الأخريات؟ بالعكس، كان هذا الشيء موجود يعني في فعلها وسلوكها، لكن كانت مهمتها الأساسية كانت في بيتها. كونها امرأة ذات مال، معناها هي امرأة بمسميات العصر الحديث، هي امرأة يعني امرأة أعمال. لكن كونها امرأة أعمال وذات مال ما جعلت من نفسها هي فوق النبي، ما شافت نفسها أن هي فوق النبي، بغض النظر أنه هو لسه ما كان بعث أساسا. ما شافت نفسها فوق زوجها، وما قالت والله اليوم هذا المال مالي أنا ما أشاركك فيه، أو ما راح أعطيك إياه، أو أنا أفضل منك، أو أنا أغنى منك. كونها أكبر منه في العمر ما جعلها هذا تنظر له أنه أصغر منها وأنه أقل منها، بل بالعكس. أول ما تزوجها النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت له نعم الزوجة ونعم الرفيق ونعم الراعية. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في بعض الأحيان يقعد بالشهر رمضان كله في غار حراء، كانت ترسل له الطعام مع خدمها، أو تطلع هي تعطيه الطعام وتطمئن عليه. وكان لما يغيب أو تخاف عليه ترسل الخدم يطمنوا على حاله من بعيد لبعيد، بدون ما تحصر حركته، بدون ما تضايقه، بدون ما تحسسه أنه هي الأفضل والأقوى، وأنه هي مثلا طول الوقت مراقبته. السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها صنعت التاريخ لما أعطتنا إحنا فكرة كنساء كيف لازم نعيش الحياة، كيف لازم ننظر للزواج، كيف لازم يكون معيار الاختيار، كيف لازم يكون حياتنا في هدف. أول ما بدأت فيه أن هي أولا هي اختارت الرجل الذي تتزوجه. طيب ليش اختارت الرجل اللي تتزوجه مع أنه هي كانت مطلوبة من كل الرجال؟ لأنه كانت هي امرأة قوية وذات عقل ودين، وهي عارفة إيش تبغى في الحياة وإيش تبغى من هذا الزواج. معرفتها بهذه الأشياء وهدفها من الزواج والارتباط جعلها تنظر لشيء أعظم من كذا وأكبر من هذا الشيء. ما أرادت أنها هي تكون مجرد زوجة تعيش في ظل رجل وتنجب الأبناء وخلاص، لا، أرادت أن تجعل لحياتها قيمة ومعنى. هي امرأة ذات حسب ونسب وعقل، وامرأة معروفة بالطاهرة والشريفة في قومها، امرأة لها وزن واعتبار. طب هذا الاعتبار والوزن من فين جاء؟ من نظرتها هي لنفسها. لما المرأة تنظر لنفسها أن هي امرأة فاضلة، وأنها امرأة كريمة، وأنها امرأة عزيزة،
يبدأ عقلها يفكر بهذه المعايير والمقاييس. فلذلك ما قبلت أنها تتزوج أي رجل من قريش، مع أنهم كانوا أغنياء جدا اللي تقدموا لها وسادة القوم، لأن هي عرفت تماما أنهم هذول يبغوا يتزوجوها لأجل مالها وحسبها ونسبها، لكن هي أرادت زوج لنفسها، زوج لمستقبلها، زوج يصنع معها شيء مختلف في هذه الحياة. فاختارت أول ما اختارت النبي صلى الله عليه وسلم مما سمعت عنه. ما رأت ماله ولا فقره ولا يتمه، إنما رأت فيه خلقه ودينه، خلقه المعيار العالي الذي كان يحكم به في ذلك الوقت في قريش، وهو كان معروف بينهم أنه هو الصادق الأمين. هذا المعيار العالي جدا هو الذي اختارته، وهي التي قامت بخطبته. اليوم كم امرأة تروح تخطب الرجل أو هي تبحث عن الرجل المناسب؟ ممكن قليل جدا، وحتى لما يكون موجود المرأة ما تقدر تتجرأ على هذا الفعل، وسبحان الله هو هذا فعل الحرة. لكن ناخذ درس احنا مهم جدا من قصة السيدة خديجة، انه هي لم تباشر الامر مباشرة، ما راحت هي بنفسها عرضت نفسها للزواج به، انما ارسلت شخص وسيط. ولما اختارت الشخص الوسيط كان شخص عاقل جدا، وعنده مروءة وعنده فهم وإدراك ومعرفة بشخصيتها وشخصية النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلنا على أنه مهم جدا للمرأة أن يكون في صحبتها وفي صداقتها وفي علاقتها بالنساء من هي تشبهها في العقل والدين والمروءة. اليوم المرأة لما تصادق واحدة لازم تختار واحدة تشبهها في العقل، في الدين، في الخلق، في السلوك، في النظرة للحياة، في النظرة للزواج، نظرة جيدة، نظرة حقيقية، نظرة كما يحبها الله سبحانه وتعالى. مو تروح تصاحب أو تصاحب امرأة أيا كانت خلاص بس إنه أنا أرتاح لها ونحن صديقات من زمان، لأنه هذه الصحبة برضو لها أثر في الاستشارة، لها أثر في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فذهبت صديقتها واختارت وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بالتلميح إنه لو تخطبها فهي امرأة كذا وكذا وكذا، وصفت لي إياها. وما امتنع عن خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ما امتنع عن خطبة السيدة خديجة إلا لأجل الفقر فقط، لكن لما طمأنته تقدم بخطبتها فتزوجها. لما تزوجها خلاص هي عرفت الآن إيش الهدف من هذا الزواج. هذا رجل عظيم، رجل فيه خير، رجل تطلع إليه الأعين، رجل سمعت عنه الكثير. كيف أرادت أنها تعيش معه؟ أرادت أن تعيش معه بشكل عظيم جدا. هذه كانت نيتها، وهذه كانت رغبتها، وهذا كان هدفها. فالله سبحانه وتعالى رتب لهذا الأمر ترتيب أفضل من ترتيب الإنسان لنفسه، فكان هذا الزواج المبارك وأنجبت منه الأبناء، ثم حدثت البعثة. هنا نلاحظ أن النساء ممكن يصنعوا التاريخ ويبقوا أثر لهم بالموقف الذي تقفه المرأة مع زوجها، وخاصة عندما يكون الزوج مؤمن. الآن المرأة في واقعنا الحالي كيف تنظر للزواج، وكيف تنظر للرجل، وكيف تعيش معه، وكيف تترك بصمة. قبل ما نتكلم عن هذه الأشياء كلها كيف هي تفعل المرأة وتترك أثر وبصمة، خلونا نرجع للنبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يتعامل معها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل معها كأحسن ما يكون تعامل الرجل مع زوجته، وكان يذكر لها هذا الفضل وهي في الدنيا وبعد أن ماتت. كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما يتحدث عنها، يعني كانت السيدة عائشة رضي الله تعالى تشعر بالغيرة. ليش؟ لأنه تشعر أنه ما زال يحبها، ما زال محبته في قلبها بالرغم أنها ماتت. كان النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام زارته أخت السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها، هالة بنت خويلد، فلما سمع صوتها تذكر زوجته فقال اللهم هالة اللهم هالة، يعني يا ليتها تكون أخت خديجة بنت خويلد. وبالفعل لما دخل أكرمها. كان لما يشوف صديقاتها يأتوا يفرش لهم رداءه حتى يجلسوا عليه. كان لما يذبح يتصدق بهذا الذبيحة بنية يعني للسيدة خديجة رضي الله تعالى عنها، كان يذكرها بخير. هذا هو موقف الرجل الصالح، هذا هو موقف اللي احنا نتمنى أن يكون موجود، هو ذكر فضائل الزوجة وهي حية وهي ميتة. الزوجة الرجل اليوم لما يتذكر فضلها ويتذكر إحسانها بدون ما يمن وبدون ما يتفضل عليها، هذا أعظم شيء وأعظم أجر عند الله سبحانه وتعالى.
الرجل اليوم لما يقول لزوجته أنت أفضل امرأة وأنت أجمل النساء وأنت أصدق النساء وأنت وقفتي معايا وأنت سويتي، ويذكر لها كل الحسنات حتى ما نسيه وحتى لو بالغ شوية، يؤثر تماما على حياتهم الزوجية. فالمرأة تقدم، الرجل يقدم بالكلام لكن المرأة راح تقدم بالفعل. المرأة ما تبغى اليوم خدمات ما بعد الوفاة، إنه بس تموت يومين ثلاثة يذكر فضلها وخلاص. إذا ما سمعت اليوم المرأة كل الثناء والمدح من هذا الرجل وهي في الحياة الدنيا، ما تستفيد منه وهي ميتة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر فضل السيدة خديجة وهي موجودة، وكان يقدر لها هذه المواقف، ولما ماتت أكثر من ذكرها، حتى يعني كان بعض النساء يغاروا من هذا الأمر. وكان كثير من الصحابة يعرفوا منزلة السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها وسط وخيباتها أو من كانت تحب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلهم ويزورهم ويتواصل معهم ويهدي إليهم ويتصدق ويبرهم. برا بمن؟ برا بزوجته التي وقفت معه في أول أمر. حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر أنها كانت وكانت فعلت وفعلت وآتاني الله منها البنات والبنين. هذا بالنسبة لموقف الرجل. نجي الآن لموقف المرأة. الآن المرأة في الواقع الحالي كيف تستطيع أن تكون كالسيدة خديجة رضي الله تعالى عنها؟ كيف ممكن تدخل التاريخ؟ كيف ممكن تصنع التاريخ؟ ما زال في وقت نحن نصنع التاريخ ونكون جزء من هذه السيرة العطرة، سيرة نساء السلف الصالح. بإمكاننا نحن النساء نحن نكون زيهم بالضبط، ونحن نشبههم من خلال الاقتداء بهم، من خلال نحن نتعلم دروس الحياة منهم. نحن اليوم راح كلامنا كله عن السيدة خديجة كأول امرأة، وكما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لم يكمل من النساء إلا 4. فإحنا قاعدين نتكلم عن امرأة كاملة العقل، كاملة الدين، كاملة الخلق، امرأة راجحة، امرأة متميزة ومختلفة. راح قاعدين نتكلم عن هذه المرأة العظيمة حتى نحن نكون نتشبه بها ونصير زيها أو أقرب إليها. نحن اليوم لما نتلمس هذه القصة ونعرف كل الجوانب فيها نقدر نكون نساء مختلفات، نترك بصمة في التاريخ. التاريخ هذا من يصنعه؟ نحن نصنعه، لكن البصمة من يتركها؟ الله سبحانه وتعالى وليس نحن. الله سبحانه وتعالى هو الذي يرفع الذكر فقط. ومتى الله سبحانه وتعالى يرفع ذكر الإنسان؟ لما يصدق الإنسان مع رب العالمين. طالعين معاكم فاصل وراجعين بعد الفاصل نتكلم عن دور المرأة وتشبهها بالسيدة خديجة في واقعنا الحالي في حياتها مع زوجها، ودورها في تربية أبنائها لتكون كسيدة خديجة رضي الله تعالى عنهم. لا تروحوا بعيد وخليكم معنا في نساء صنعنا التاريخ. لا تدع الوقت يمر من بين يديك دون أن تحاسب نفسك يوميا. هل صليت في جماعة؟ هل ابتعدت عن اللغو؟ هل تصدقت على فقير أو مسكين؟ هل قرأت وردك اليومي من القرآن؟ إياك أن تكون ممن أدرك رمضان ولم يغفر له. رجعنا لكم بعد الفاصل نكمل قصة السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها. لما نيجي نحلل شخصية السيدة خديجة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، نلاقي إن هي شخصيتها قوية. الشخصية القوية المرأة من فين تجيبها؟ تجيبها من البيئة اللي تعيش فيها، تأتي بها من طريقة نظرتها لنفسها، تأتي بها من معرفتها أن هي امرأة مؤمنة متميزة ومختلفة. إيمانها هذا بحد ذاته هو شيء مختلف. إيمانها وتمسكها بدينها وبعفافها وبخلقها وبما يرضي الله سبحانه وتعالى يجعلها هي مختلفة تماما. لكن هذا الإيمان إذا ما كانت المرأة فيه قوية فهو يعني تكون من المؤمن الضعيف أو الإيمان الضعيف فقط، والإيمان أساسا هو قوة. فالسيدة خديجة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها نلاقي إن هي امرأة قوية الشخصية. قوة شخصيتها هذه
هي جعلتها امرأة مختلفة، وقوة شخصيتها جاءت من نظرتها لنفسها، نظرت لنفسها أنها هي امرأة حرة في مجتمع ينظر للمرأة أنها سلعة، نظرت لنفسها أنها هي امرأة عزيزة في وقت ينظر فيه المجتمع للمرأة أنها هي ذليلة، أنها هي مجرد سلعة. أكرمت نفسها أنها تتصرف تصرف الإماء، تصرف الجاهلات. فلما أعلت مقدرتها لنفسها في داخل نفسها تغير سلوكها. وهذا هو المطلوب من المرأة اليوم، أن هي تنظر نفسها نظرة عزة، بغض النظر عن المجتمع كيف ينظر لها، بغض النظر زوجها إيش ينظر لها، بغض النظر البيت اللي هي جاية فيه. هي أهم شيء كيف تنظر نفسها حتى تكون امرأة قوية جدا. قوة الشخصية هذه هي اللي خلت هذه المرأة أم المؤمنين تعرف تماما الآن أن المرأة يجب أن تتزوج، ولما تتزوج كيف تختار. المرأة القوية، شخصيتها القوية اللي تعرف نفسها وتعرف أهدافها في الحياة، هي المرأة التي تختار من تتزوجه ولا يختارها الرجل، هي اللي تختار الرجل. كيف تختار الرجل اليوم؟ المرأة اليوم كيف تختار الرجل؟ مع الأسف الشديد معيار الاختيار اليوم هو المال عند النساء. الرجل إذا عنده مال معناها جيد، عنده شهادات كويس، إذا هو يعيش في المكان الفلاني معناها كويس. هذا معيار الحالي، لكن معيار المرأة المؤمنة القوية الواثقة بنفسها مختلف تماما. معياره هو الخلق والدين الذي تبحث عنه في هذا الرجل. هذا الخلق اللي هي راح تعيش معاه طول العمر، راح تتعامل معاه وراح تنظر للحياة من خلاله. هذا الخلق هو الذي يقيم هذا البيت، هذا الخلق هو الذي من خلاله راح يتربوا الأبناء، هذا الخلق هي من خلاله راح تتعامل مع هذا الرجل، وراح تتعامل مع مواقف الحياة، وراح تواجه هذه الحياة. اليوم المرأة لما تختار الرجل ذو الخلق وذو الدين الذي يخاف الله سبحانه وتعالى بها أو فيها، هي معناها قاعد تختار الأمان في هذه الحياة الدنيا، قاعد تختار لها الصاحب الرفيق الحبيب، قاعد تختار لها الرجل الذي يبقى معها لما تشيخ، لما تضعف، لما تغلط. راح تختار لها الرجل الذي ينظر لضعفها برحمة، راح ينظر لأخطائها برحمة، راح ينظر لحسناتها بتعظيم وتكبير. راح تتزوج هذا الرجل اللي بهذا المعيار الخلق والدين، أن يكون لها صاحب في الدنيا وصاحب في الآخرة. اللي تتمناه اليوم في الدنيا وراح في الآخرة بإذن الله عندما تدخل الجنة يكون هو أيضا زوجها وصاحبها. هذه هي المرأة المختلفة التي غيرت المعايير. ليش تغير المعايير؟ حتى تفهم النساء أن الرجل أيضا يمكنها المرأة أن هي تطلب للزواج، لكن بطريقة تحفظ فيه كرامتها وتحفظ فيه منزلتها. ليش؟ لأن المرأة اليوم لما تختار الرجل الأمين، الرجل الذي يخاف الله، والرجل صاحب الدين والخلق، وتخطب لنفسها، فهي أكرمت نفسها وعزت نفسها ولم تذلها. وليس كما يقال اليوم، المرأة اليوم لو تخطب واحد هي تقلل من قدر نفسها. المرأة اليوم لما تخطب واحد تقلل من قدر نفسها إذا اتبعت الأسلوب الخطأ فقط. لكن أسلوب السيدة خديجة رضي الله تعالى عنه كان أفضل أسلوب وأصح أسلوب تتبعه المرأة، هو استخدام الوسيط، الوسيط الصادق الأمين اللي يعرف هذه المرأة ويعرف هذا الرجل، الذي يعرف أنه هذا الزواج راح يكون زواج مبارك ولا لا، الوسيط الذي يخاف الله سبحانه وتعالى. هذا هو الدرس اللي علمتنا إياه السيدة خديجة رضي الله تعالى عنه في اختيار الرجل. كونها امرأة طموحة وبمقاييس عصرنا هي سيدة أعمال من الطراز الأول، ما منعها هذا أن هي تختار الرجل الضعيف أو الأقل منها منزلة ومكانة، لكنه ليس أقل منها حسبا ونسبا وخلقا، وهذا هو المعيار الصحيح. وما جعلت هذا المال هو المقياس. اليوم ما عنده فلوس ما أتزوجه، أو ما عنده فلوس أتطلق منه، أو ما عنده فلوس معناه أنكد عليه. لا، معناها أنه اليوم ما عنده فلوس لأي سبب من الأسباب، معناها أنه أنا أقف في ظهره وأكون سندا وعونا له. ما أحوج اليوم الرجل أنه يطلع برا ويسأل ويتدين، ولا أنه يهين نفسه بسبب أنه ما عنده مال وزوجته ترفض أن هي تساعد. طبعا احنا ما نبغى نتطرق للحالات المختلفة والمشاكل، لأنه هذا كله نتيجة فقط، لكن الوضع الصحيح هو هذا. الوضع الصحيح أن الرجل والمرأة يكمل بعضهم البعض، ويقف كل منهم في ظهر بعضهم البعض. إذا كان أهم شيء في تقييم الزواج هو الأخلاق والدين والمصاحبة بالحسنى. طبعا هذا كله لما هي جعلته كأساس في حياتها. نحن في الواقع
الحال اليوم المرأة قد إيش تقدر توقف مع زوجها، قد إيش تقدر تكون المرأة الصالحة؟ هل هي مستعدة أنها تسوي زي كذا؟ مع الأسف الشديد بسبب ظروف الحياة، بسبب الجهل، بسبب غياب الإسلام عن واقع الحياة، أصبحت المرأة مشوشة، أصبح تركيزها في جانب الدين هو في جانب العبادات. طيب الاستثمار في هذا الزواج، في هذه العلاقة، أنه اليوم تكون أنا علاقتي كعلاقة أم المؤمنين مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، أنه أكون أنا المرأة أطمئن زوجي اليوم، أي مصيبة تحدث في الحياة أطمئنه، أبشر، ما يعني ما في مشكلة، كل الأمور إن شاء الله سهلة، الأمور تتحل، الأمور بإذن الله بسيطة، الله سبحانه وتعالى يفرج الأمر. هذا التبشير التي تسير فيه المرأة مع زوجها اليوم في بيتها هو نفس الشيء الذي فعلته أم المؤمنين مع النبي صلى الله عليه وسلم عندما خاف وعندما قال زملوني زملوني. هذا هو الذي نحتاجه من المرأة، أنه تكون هي مبشرة لزوجها، ودائما تنير طريقه، ودائما توريه الخير فين، ودائما تجعله يتفائل حتى في أحلك الظروف. هو يكون زعلان مهموم ما لها دخل في هذا كله، إنما هي دائما تطمئنه، إن شاء الله الأمور راح تكون أحسن، الله سبحانه وتعالى لن يضيعنا، الله سبحانه وتعالى راح يفرجها علينا، راح يحل الأمور بهذا الشكل. الطمأنينة، هذه الطمأنينة المرأة ممكن تقولها كلمات، لكن عند الرجل تفرق تماما، ولها اعتبارها ولها وزنها، والرجل ميزانه مختلف تماما في هذا الجانب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم ينسى للسيدة خديجة رضي الله تعالى عنها هذا الموقف، لقد كانت وكانت 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 ذكر من فضلها، ساندتني، وقفت بجانبي عندما الناس هجروني، وأعطتني مالها عندما الناس منعوني، وذكر كل فضلها، هذا ما نسي لها. عندما تقف المرأة اليوم مع زوجها وفي تربية أبنائها، تحافظ عليهم وتكرم زوجها أمام أبنائها وترفع شأنه أمامهم وتعينه على أنه يربوا أبنائهم التربية الصالحة بدون النظر للمشاكل، بدون النظر لأي صعوبات في الحياة، هي الآن تكون مثل أم المؤمنين عندما اعتنت بهؤلاء الأبناء، عندما رزقهم الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم الأبناء والبنات للسيدة خديجة، من السيدة خديجة، هي اعتنت بتربية أبنائها وتنشئتهم التنشئة الصالحة، هي التي تولت هذا الدور، ما رمت على النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسؤولية. وهذا دور المرأة في التاريخ، أنه هي اللي تربي وهي التي تنشئ. وإحنا لما نقول تربي، مو تربي الأبناء، والله المرأة اليوم وحتى من سابق الزمان، يعني المرأة هي التي تربي الجميع، تربي حتى الزوج. ليش؟ لأن مواقفها الإيمانية، وضوح رؤيتها، قوة شخصيتها، معرفتها بالهدف الذي تعيش من أجله في الحياة، ورسم الخطة للوصول لهذا الهدف، هو اللي يجعلها هي القائد الفعلي في هذا البيت، هو اللي يجعل الرجل اليوم مطمئن على بيته وأولاده، لأنه عارف تماما أي نوع من النساء هي في بيته، أي نوع من الأمهات موجودة في البيت، أي نوع من الزوجات هي زوجته، يعرف من خلال هذه السلوكيات ويطمئن للحالة التي يصل إليها. فكان يخرج الرجل لممارسة الحياة، مواجهة الحياة، كسب لقمة العيش، تحمل المسؤوليات، مواجهة الواقع السيء، مواجهة الأمور الاقتصادية الصعبة، مواجهة المشاكل. لما يخرج الرجل لمواجهة هذه الحياة والمحاربة خارج البيت، هو عارف تماما لما يرجع البيت، هو البيت هذا جنة، والجنة من يصنعها غير المرأة. وهذا كان فعل أم المؤمنين مع النبي صلى الله عليه وسلم، كانت تهيئ البيت بحيث أن يكون سكن وسكينة وطمأنينة للنبي صلى الله عليه وسلم لما يخرج. كان يخرج بدعوته لقريش وكان يتأذى منهم، لكن بمجرد أن يدخل البيت كان يشعر بالطمأنينة والهدوء والسلام، لوجود هذه الزوجة المؤمنة الصادقة القوية، المؤمنة التي لا تخاف إلا الله سبحانه وتعالى. عشان كذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما جاءه جبريل، بلغ السلام، أقرأ السلام خديجة وأبشرها ببيت في الجنة لا صخب فيه ولا نصب. لا صخب فيه يعني ما في إزعاج. ليش ما في إزعاج؟ طيب لأنه هذه المرأة وفرت الأمان والطمأنينة والراحة للنبي صلى الله عليه وسلم. ولا نصب يعني ما في تعب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث بالفعل تعب النبي صلى الله عليه وسلم وتعب أهل بيته بسبب أذية الناس لهم، فكان هذا الطمأنينة لموقفها العظيم مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو اللي يصنع الفرق. اليوم المرأة لما تكون سلوكها سلوك أم المؤمنين، لما توفر في البيت البيئة الصالحة لأبنائها، البيت الهادئ المطمئن لهذا الرجل، وتقف مع هذا الرجل في كل شؤون حياته، وتبذل ما تبذل لله سبحانه وتعالى، ما تنتظر الجزاء من الرجل.
لما تثني على هذا الرجل دائما تذكره بفضائله، دائما تذكره بأخلاقه، ودائما تذكره بحسناته. اليوم جاب، اليوم جبت لنا، في اليوم الفلاني سويت لنا، أخلاقك كذا، سلوكك كذا، وتعاملك معنا ما شاء الله، أنت أفضل رجل، وأنت وأنت وأنت. كل هذا المدح لما تصب صبا في أذن الرجل، هي تدخر عند الله سبحانه وتعالى المنزلة والمكانة العظيمة لها، لأن الله سبحانه وتعالى هو بيده القلوب، فيؤلف قلب هذا الرجل ويجعل لهذه المرأة مكانة ومنزلة فيها. وهذا طبعا تؤجر عليه، لأن الرجل بمجرد يسمع هذا الكلام وهذا الثناء من أقرب شخص إليه، من أكثر شخص يعرفه اللي هي زوجته، معناها يستعيد الرجل ثقته وقدرته على أنه يواجه هذه الحياة ويحارب هذه الدنيا من أجل أن تستمر هذه المرأة في هذا الخلق الحسن. وهذا هو اللي يصنع الفرق، وهذا هو اللي يخلي المرأة بالفعل تدخل التاريخ وتكون أكمل النساء وأعقل النساء. وهذا اللي احنا نتمنى ان احنا نكون عليه كنساء، وما يجرفنا الواقع ولا المشاكل ولا الصعوبات الموجودة والتحديات الموجودة والجهل الموجود فيه، ان احنا نسلك سلوك الفاسقات ولا الفاجرات ولا الجاهلات. نتمنى ان احنا نكون اليوم نقدر نكون مثل هؤلاء النساء، أن يكون عندنا كمال في العقل والتفكير ورؤية أبعد لهذه الحياة الدنيا، أن يكون حياتنا الدنيا وموصولة بالآخرة، نحن نوصل بإذن الله تعالى إلى جنة عرضها السماوات والأرض بفعلنا البسيط، فعلا البسيط داخل البيت مع أزواجنا وأبنائنا ونسائنا، وتكون قدوتنا في هذا كله هي أم المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنها، بتمسكها بدينها، تمسكها بعقلها، تمسكها بعفتها، بموقفها بالنبي صلى الله عليه وسلم وتربيتها بأبنائها. بهذا الشكل فقط نحن نقدر نصنع التاريخ وندخل التاريخ ونشارك في بناء تاريخ للمرأة المسلمة المؤمنة الواعية بطريقة مختلفة تتناسب مع هذا العصر، مع هذا الزمان. لما اليوم تكون المرأة مختلفة تماما بإيمانها، بدينها، بحجابها، بأخلاقها، بتشبهها بنساء السلف الصالح، هي تدخل التاريخ. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى يرفع ذكرها عند الناس ويرفع ذكرها في الدنيا وفي الآخرة، وتكون بإذن الله تعالى ممن قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: إني أحب فلان فأحبوه، فيجعل له الحب والقبول في الأرض. وهذا مما نسعى إليه، ونسأل الله عز وجل أن يبلغنا هذا الحب وهذه المنزلة بفضله وكرمه ومنته. وبإذن الله تعالى في لقاءاتنا المتتالية رح نتكلم كثير عن النساء اللي ممكن يصنعوا التاريخ، وهل ممكن نحن نقدر نكون من النساء التي يصنعن التاريخ ولا لا. ونتمنى من الله سبحانه وتعالى بالفعل نحن نكون من النساء التي يكون قادرات على صناعة التاريخ والدخول فيه وإحداث التغيير في بيوتنا وأنفسنا وأزواجنا ومجتمعاتنا، وأن نكون مشاعل الهدى والنور فيه. بهذا تنتهي حلقة اليوم من نساء دخلنا التاريخ أو صنعنا التاريخ، في قصة مميزة للسيدة خديجة رضي الله تعالى عنها. نسأل الله أن يجعلنا مثلهن وأن يلحقنا بهم في دار النعيم. أترككم في حفظ الله ورعايته، على أن ألتقي بكم في نفس الموعد في الأسبوع القادم مع من النساء التي كملنا وذكرهن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أترككم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.